ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. هذه الخدعة الكبرى التي يروج لها أولئك زائفة مكشوفة واضحة مفضوحة. من الأنبياء بدأ الدعوة بغير العقيدة؟ من الأنبياء والمرسلين بدأ قومه بغير الدعوة إلى توحيد رب العالمين؟ من؟ كلهم، كل المرسلين من نوح إلى محمد يدعون أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله، إلى توحيد الله رب العالمين وحده، ولا يلتفتون إلى النتائج. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لم تزيف العقيدة ولم تبدل الشريعة ولم تغير معالم الملة، وإنما كان الأمر واضحا مكشوفا. فنسأل الله أن يسلم هذا البلد وجميع بلدان المسلمين من كل سوء، إنه تبارك وتعالى وحده الهادي إلى الصراط المستقيم. نسأل الله رب العالمين إن أراد بالمسلمين فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. هذا الذي ذكرت في الإجابة عن ذلك السؤال إنما هو من باب النصح، فلقد بويع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه على النصح لكل مسلم، والدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد أن يكون الأمر واضحا ومكشوفا، لأنه لم يعد هنالك مجال للخداع، ولأن الأمة المسلمة بعدما نزل بها من النوازل في العام الذي خلا ما عادت تتحمل التجارب، فلا بد من العودة إلى الإسلام كما جاء به رسوله، وإلى الدين كما حققه نبيه، وإلى الدعوة كما كان عليها أصحابه رضوان الله عليه. وإلا فقد سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. نقول هذا وأنا على ذكر بما قاله العز بن عبد السلام لولده عبد اللطيف لما صارح ووضح وأفتى ببيع الأمراء، فجاء مملوك حمر عينيه ونفخ أوداجه وشهر سيفه وامتطى صهوة جواده وقرع الباب على العز قرعا عنيفا، فخرج ولد العز عبد اللطيف فقال له زاعقا ناهقا أين أبوك؟ فدخل عبد اللطيف إلى العز كئيبا ما في وجهه دم، فقال يا أبت بالباب مملوك
من صفته كيت وكيت، ومن هيئته زيت وزيت. والشيطان قد ركب كتفيه فضحك العز وقال: يا ولدي، أتخاف أن يقتل أبوك في سبيل الله؟ إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. وكذا نقول، فلا خوف علينا من نكون وما نكون، لكن عذنا بحوله وعذنا بطوله. فإن قتلوك يا ابن سعيد فإن الله يختار الشهيد. وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.